تتخلص قبل أن تصل إلى بارك. هذا تسجيلي يا عيني، يا سلام يا سلام يا عمير. الجيلي يسجل الآن الهدف الأول بصاروخية، صاروخية راحت في مقتل. سجل الأول. الزعيم يبحث عن انتصار آخر، عن فرحة أخرى، عن ابتسامة أخرى، عن سعادة أخرى. يغيب من يغيب، تبقى شخصية الزعيم حاضرة لا تغيب. لذلك الآن يسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب عمير الجيلي. الجيلي بقدم اليسرى، الجيلي وضعها، الجيلي ركنها، الجيلي سجل الهدف الأول في شوط المباراة الأول. صاروخية في هذه الأمسية. الزعيم يواصل نجاحاته ويواصل سعادته لهذا المدرج. الكرة بتعود الآن إلى كاكو، عرضية محاولة بالراس والثاني سجل والثاني. الزعيم يتقدم بهدفين. سلطان الشامسي أخيرا يسجل أول أهدافه، أول أهدافه بقميص الزعيم. والزعيم بمن حضر، الزعيم بمن حضر دائما يشكل كل الخطر على كل المنافسين. يسجل الآن الثاني. أول أهداف سلطان الشامسي اللي سجل آخر هدف له مع نادي بنياس قبل سنوات. أخيرا يسجل حضوره في هذه الأمسية ويسجل فرحته في هذا اللقاء. هدف ثاني لمصلحة نادي العين، وأول أهداف سلطان الشامسي في دوري أدنك للمحترفين. أصبحت النتيجة 2، وهذا المشجع يشير حتى نادي العين. بارك لعبد الكريم، عبد الكريم يراوغ فيها، عبد الكريم بقدم اليسرى. يهيئ العمير، عمير بتمريرة حلوة، حلوة اللعبة، حلوة التمريرة، حلوة المحاولة. والهدف الثالث يأتي، الهدف الثالث يأتي. ثلاثية عينوية، بل ثنائية تاريخية لسلطان، ثنائية تاريخية لسلطان الشامسي. والسلطان في هذه الأمسية يسلطن العينوية، يسلطن العينوية بثلاثية في شوط المباراة الأول. الزعيم ومتعته، الزعيم وقوته، الزعيم بالبدلاء يقدم هذا الأداء في شوط المباراة الأول. عمير الجيلي لسلطان، سلطان والمتابعة في المرة الأولى وفي المرة الثانية. الشهية انفتحت، الأهداف حضرت، والثنائية التاريخية لسلطان الشامسي. أول ثنائية مع نادي العين في شباك فريق نادي حتى يضع اسمه بجانب الأسماء التي سجلت هدفين في شباك الإعصار الحتاوي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. تمريرة ومحاولة محمد عباس والثنائية. الكرة العرضية من إيريك، حلوة التمريرة. يا سلام يا سلام يا سلام على المتعة العينوية، على الرباعية، على الزعيم وبالأربعة. العيناوي ما أروع، العيناوي ما أروع. رباعية مع بداية شوط المباراة الثاني بعد جملة فنية رائعة قدمها أبناء هيرنان كريسبو. والأرجنتيني يسجل الآن أليخاندرو روميرو رابع أهدافه في دوري أدنك للمحترفين، وهدف رابع في شباك فريق الإعصار الحتاوي. لا، هذا الإعصار العيناوي، الإعصار العيناوي يحضر في هذا المساء ويتقدم الآن بالأربعة ويسجل هدف رابع بعد كرة عرضية مثالية من إيريك والمتابعة من كاكو. اصطدت وراحت في شباك فريق نادي حتى. أصبحت النتيجة الآن 4. هدف يسجل بأقدام اللاعب كاكو. فوز العين سجل 27، نضيف لهم الآن الأربعة صاروا 31 هدف. كرة ومحاولة وجابرييل، جابرييل يسجل لمصلحة فريق نادي حتى هدف التقليص. أصبحت النتيجة الآن جابرييل دي سوزا، جابرييل دي سوزا يعيد مرة أخرى الإعصار. أول أهداف نادي حتى في 2024، أول أهداف هذا الفريق. هذه الكرة جابرييل خطفها وجابرييل يسجل أول أهدافه بقميص الإعصار. أصبحت النتيجة الآن 4-1. 4-1. يعود فريق نادي
حتى ويقلص الفارق إلى 3، يسجل هدف رابع يقلص الفارق ايضا مع المتصدر الامبراطور. الكره بتعود الان الى عمير، عمير حلوه جوسنا سددها، المتابعه والهدف الان الخامس، الهدف الخامس. يحيى نادر البديل يسجل الان الهدف الخامس، والخماسيه العينويه، الخماسيه العينويه، الانتصار الاكبر في تاريخ مواجهات الفريقين. 5-1 في شوط المباراة الثاني. شوف الكرة والمحاولة من عمير، هيا إلى جوسنا، سددها عادت إلى يحيى نادر اللي دخل بديل. هذا النجم العيناوي اللي يسجل الآن هدفه في هذه الأمسية، وهدف خامس لمصلحة نادي العين. خماسية عيناوية، والمكاسب كبيرة بالخمسة. نعم يضربون بالخمسة، يضربون لمصلحة فريق نادي حتى. منقولة عرضية عالية، المحاولة والمتابعة وهدف التقليص، هدف التقليص للإعصار. أصبحت النتيجة الآن 5-2. البديل هو من يسجل الآن اللاعب تشيسوم تشارلز يسجل أول أهدافه في هذه المباراة. هذه الكرة العرضية والمتابعة من تشيسوم يسجل الآن لتصبح النتيجة 5-2 في شوط المباراة الثاني. 7 أهداف كاملة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. مانزوكي وسرعته، مانزوكي لكن القائم يعود مرة أخرى، والمحاولة وهدف التقليص الآخر، هدف التقليص الآخر. ثنائية للبديل هذا الأسمراني اللي دخل في شوط المباراة الثاني. تشيسوم يسجل أول ثنائية له مع نادي حتى، وأول لاعب يسجل هدفين في شباك فريق العين بقميص نادي حتى. البديل تشيسوم مانزوكي اللي أهداها لتشيسوم، وتشيسوم تابعها في الشباك. هدف التقليص الآخر. أصبحت النتيجة الآن 5-3.